لو انت زهقتي من طريقة الفراخ بالفريك المحشية الطريقة التقليدية دي، تعالي هقولك تعملي اجمل طاجن فريك بالفراخ حلوة قوي قوي، هيعجبك ويعجب كل اللي ياكل منه. اول حاجة هنا عملتها ان انا غسلت الفراخ كويس وجهزتها. الصدر هنا كان عندي كبير، ففتحته بالطريقة اللي انتوا شايفينها عشان يستوي معايا كويس ويبقى معايا حلو. معايا هنا التتبيلة بتاعتي: ملح وفلفل وكركم وجوز الطيب وبصل بودر وكبابة صيني. هما دول بس اللي انا هحتاجهم. بتبل بيها الفراخ كده، بحط تحت الجلد وفي كل كده مكان في الفرخة كويس بالتتبيلة عشان تتشربها كده وتدخل فيها وتبقى كلها متطعمة. انا بعمل التتبيلة دي وبسيبها كده حوالي 10 دقايق وبعد كده بشتغل فيها. لو انت عندك بصل وحابة ان انت تاخدي المية بتاعته وتتبليها فيها وتسيبيها مدة اطول، هتبقى برضو معاكي حلوة قوي قوي، والتتبيلة دي بتديها طعم رائع. هجهزها واخليها كده شوية وبعد كده هبتدي شغل فيها. اول حاجة هنا هحتاجها طاسة سخنة على النار، تكون الطاسة سخنة جدا عشان انا هعمل لها كده صدمة وتاخد لون. حطيت معلقة من السمنة او اي مادة دهنية تحبي تستخدميها، وبعد كده بنزل بالفراخ. الطاسة سخنة والنار برضو عالية، انا مش عايزاها تنزل ميتها، انا عايزاها بس تاخد صدمة وتاخد لون كده حلو من كل اتجاه وتبقى معايا متحمرة. تمام، عشان الخطوة دي بتديها طعم افضل، وكمان بتخليها كده طرية وجميلة وتبقى متحمرة، محتاجش ان انا بعد كده احمرها تاني. بعد كده شلتها وجبت بصلاية متقطعة معايا هنا هكرملها. بطريقة البصل دي بتديني طعم حلو قوي قوي. بكرملها كده شوية وبعد كده هشيلها. انا مش هعمل الفريك بالبصل، انا بس دي بكرملها احطها على الوش زي ما هتشوفوا دلوقتي، بتديها طعم حلو قوي. هزود كده شوية كده من السمنة. ودلوقتي هجيب الفريك اللي انا كنت غسلاه كويس جدا ونقعته لمدة ساعتين، وبعد ما نقعته غسلته تاني وصفيته من المية، وهبتدي ان انا اشوحه كده في السمنة عشان اديله طعم. هو هيكمل بقية تسويته في الفرن، فمش هحتاج ان انا اسويه كتير على النار. وهحط له شوية كده من جوز الطيب. الفريك مش بيحتاج توابل كتير، هما 3 حاجات بس بيخلوا طعمه حلو قوي: جوز الطيب، وكمان هحط معلقة من الملح، معلقة صغيرة، وطبعا تظبطي الملح على حسب الرغبة عندك. وهحط له كمان فلفل اسمر، مش هتكتري عن اللي انا قلتهم دولت. الملح والفلفل والجوز الطيب بيخلوا الفريك تحفة وحلوة قوي قوي، مش محتاجة حاجة تاني. هشوحه كده بس في السمنة شوية واشيله. هنا الفراخ معايا جاهزة والبصل اللي اتكرمل. هجيب بقى الطاجن اللي انا هستخدمه. انا كنت حطاه في الفرن كده يسخن شوية عقبال ما اعمل الفريك واعمل الفراخ. بصوا مفيش اسهل من كده. حطيت كده شوية سمنة في الطاجن وحطيت عليه الفريك، وبعد كده بحط البصل كده من فوق الوش. البصل المتكرمل ده طعمه حلو قوي قوي، لما بتيجي تغليه فيه بيبقى رائع مع الفريك. وبنزل كده الفراخ زي ما انتوا شايفين هي متحمرة وحلوة. وهنا في شوية كده من الصوص نزل منها بعد ما شلتها، هحطهم عليهم. وكمان هزود حوالي نص كوباية مية سخنة، دي اللي انا هحتاجها بس مش هحتاج مية اكتر من كده لان الفراخ لسه هتستوي، فهتنزل برضو مية منها. دي الطريقة دي حلوة قوي، ان بتخلي لك الفريك ياخد من طعم الفراخ ويبقى طعمه تحفة. انا هغطيه دلوقتي بورق فويل وهدخله الفرن لمدة ساعة، او لو الفراخ صغيرة ساعة الا ربع، هيطلع معاكي زي الفل. انا اخدت معايا في الفرن حوالي ساعة الا ربع وكانت طالعة معايا حلوة قوي. بصوا الفريك مفلفل ومش معجن وحلو قوي وشرب ميته. الوصفة دي بتبقى جميلة جدا لان الفراخ بتنزل الطعم بتاعها على الفريك، فالفريك بيبقى متطعم وطعمه حلو قوي قوي، اجمل بكتير من ان انتي تحطيه في الفرخة وهي مسلوقة. ممكن الفرخة تطلع معاكي مش مستوية كويس، وكمان الفريك بيبقى معجن كده من جواها وماسك. فالطريقة دي حلوة قوي قوي. الفراخ طالعة دايبة ومستوية حلوة قوي، مش محتاجة ان انتي تحمريها لان احنا حمرناها في الاول. طعمها حلو قوي، اتمنى تجربوها. اشوفكم دايما بخير، سلام.